بص يا صاحبي، قبل ما تقفل الفيديو ممكن الدقيقتين او 3 دقايق دول يغيروا لك حياتك حرفيا في حاجات كتير. فحاول تكمل الفيديو معايا لحد الاخر، وما تنساش تنزل تفرتك لي اللايك يا معلم ودغدغه. وعايز اقول لك لو عجبك الفيديو ما تنساش تكتب لي كومنت حلو، لان ده بيديني تحفيز وطاقه جباره ان انا اعمل لك فيديوهات دايما. وبص بقى يا صديقي، انا جاي اقول لك على معلومه ممكن تفيدك حرفيا، ان ممكن يكون في حد بيسيطر عليك بدون ما انت تعرف. بص اقول لك، تعال نخش ونشوف ايه الموضوع، يلا بينا. انا بقى جاي اقول لك يا صديقي، النهارده لو في حد بيستغلك او في حد يعني عامل لك مشكله في حياتك، وتحس ان هو بجد بقى وجوده بيضايقك وانت خايف تخسره، فتعالى اقول لك تعمل ايه بحيث ان انت تكسب كل الناس. في قاعده كده يا صاحبي مش بيقولوها للناس، بس بتتزرع في عقل كل حد فاهم اللعبه من اول يوم. لو حد حاول يستغلك ما تقاومش، خليه هو اللي يندم على اللي عمله. الناس يا صديقي مش هتقدر طول ما انت متاح على طول، يعني انت طول الوقت حاضر نعم، فمش هيقدر حاجه زي كده. واللي بيستخف بيك مش دايما بيكرهك، بس اكيد شايفك سهل. بس يلا بينا نفهم الموضوع أكتر. كان في قصه كده بتتكلم عن شخص اسمه سامي، ممكن نكون معظمنا بنمر بنفس الفكره، فيلا بينا نشوف القصه دي بتتكلم عن ايه. سامي كان طيب قوي بزياده عن اللزوم، كل الناس بتطلب منه يساعد يسامح يبلع اي حاجه. بص الغلط يعني حرفيا اسكت اوكي تمام انا ساكت، وهو ساكت علشان ما يخسرش حد. وكلنا بنحاول نعمل ده علشان ما نزعلش حد مننا، صح كده يا صاحبي؟ فجي بقى يا صاحبي سامح احتاج الناس اللي هو بيحبهم ما بيرضاش يقول لهم لا، ويساعدهم في كل حاجه. فهو اتزنق في كام حاجه كده، فطلب منهم انهم يقفوا معاه وكده. فعايز اقول لك يا صديقي، ما لقاش ولا واحد. عارف لما تلاقي كل حاجه كده حواليك اختفت؟ هو نفس النظام. فاكتشف ان بجد في حاجه مش مظبوط، لحد ما هو خلاص زهق من نفسه. راح لعمه، كان عمه ده كان راجل شغال في مخابرات كده وفاهم استراتيجيات كده ايه. فراح لعمه قال له يا عمي انا حاسس ان الكل بيستغلني. عمه راح ضحك، فجاب ورقه وقلم وكتب له جمله حلوه قوي. قال له لو حد بيحاول يستغلك ما تقاومش، خليه يندم. يعني ايه الكلام ده؟ ومن هنا بقى يا صاحبي بدأت القصة تتغير وبقت توضح اكتر، وسامي بقى يفهم اللعبة كلها. اول حاجة كسر النمط. الناس حافظاك يا صديقي، بس اقول لك على حاجة، حاول تفاجئهم. بلاش ترد بسرعة، بلاش تبعت رد لطيف، سيبهم يتحيروا يشكوا يتلخبطوا. سيطر على صورتك، ما تخليش الناس تشوفك دايما في دور المتسامح الطيب. اوقات لازم يشوفوا ان ليك حدود يا صديقي، وانك مش دايما بتعدي. لازم تقول لهم ستوب شوية، اسحب وقت ما يحاولوا يستهلكوك. مش لازم خناقه او زعيق او اي حاجه من الحاجات دي كلها، انسحب وريح دماغك. اللي فعلا بيحترمك هيلاحظ ويقدر. خلي فيك غموض، بلاش تحكي كل حاجه يا صديقي، ولا تشرح ليه بتعدي، ولا تبرر قراراتك. كل ما تقلل كلامك يا صديقي كل ما زاد وزنه. ابني هيبتك بالسكوت مش بالصوت. قول لا وانت هادي، ارفض بدون عصبيه، وامشي وانت رافع راسك مش وانت مكسور يا صديقي. اتغير في صمت، خلي الناس تلاحظ الفرق من غير ما تعني. اتطور، اتعلم، حسن من نفسك، بس ما تقولش لحد. خليهم يشوفوا نسختك الجديده ويقفوا مبهورين باللي انت بتعمله. بجد حاول تعمل كده، قلل ظهورك وزود قيمتك. ما تبقاش متاح على طول، يعني اي حد يكلمك تقول له يلا انا نازل، لا. حاول ان انت تظبط الموضوع ده، وحاول ان انت تدي لنفسك وقت ان انت تتعلم وتطور من حالك. اختفي شويه كده يا صاحبي، ما تخليش طول الوقت تبقى متاح تنزل تقعد هنا وتروح، لا لا. حاول تعمل حدود لنفسك يا صديقي، حتى لما تيجي تظهر تاني يا صاحبي تبقى علامه مش حاجه كده عاديه وخلاص. لا، هم بقى يستنوك حرفيا ان انت تكلمهم وعايزين يقابلوك، غير الاول خالص لما هم اصلا لما بيحتاجوك عشان مصلحه. فانت دلوقتي خليتهم هم اللي بيحبوك وعايزينك باللي انت عملته يا صديقي. بس مش كل الناس تم معاها كده. الناس اللي بتقدرك دي تحترمها، الناس اللي بتعمل لك مشاكل في حياتك وحاسس ان هي بتأذيك، بمعنى ان هو طول الوقت الناس يا صديقي اللي هي حرفيا بتستغلك في كل حاجه، دي اللي ممكن تحاول تظبط معاها الدنيا. مش طول الوقت تبقى متاح، مش طول الوقت ان انت تقول لهم انا موجود. حاول تظبط الموضوع ده يا صاحبي. مش كل الناس حواليك يا صاحبي بيكونوا يعملوا لك نفس المشكله او مؤذيين ليك، بس في ناس لازم تعرف قيمتهم بالطريقه الصعبه. من النهارده يا صاحبي هتبدا تختار الناس اللي تستحقك بجد، وهتبدا تحترم نفسك. ايوه تحترم نفسك، يعني مش اي حد تقول له حاضر ونعم. شوف نفسك عايزه ايه واعمله. اعمل اللي انت بتحبه يا صديقي، وتبطل تخلي وجودك ببلاش. ولو وصلت هنا فانت مش مجرد مشاهد عادي، انت حد قرر يبدا التغيير، قرر يحمي نفسه، قرر يعيش بكرامه مش بانتظار رضا الناس. استنونا في فيديو جديد اقوى واعمق واذكى من كده بكتير. وافتكر اللي بيحترم نفسه مستحيل حد يستغله. ما تنساش يا صديقي تصلي على النبي عليه الصلاه والسلام في الكومنتات، وعايزك تنزل تفرتك اللايك يا صاحبي. وبص عايزين نوصل للناس كلها، وانا بصراحه يعني عايز اقول لك كلامك
تقييمك ولايكاتك ودنيتك دي بتفرق معايا جدا جدا يا صديقي، وشكرا لكل واحد سمعني لحد هنا، وسلام.